خد بالك من الرجيم الخاطئ. لو كنت بتستخدم أدوية تخسيس أو بتستخدم أعشاب تخسيس أو بتعمل رجيم قاسي عشان تخس بسرعة، من فضلك بلاش تستعجل. هقولك ليه. الرجيم الخاطئ مش هيساعدك تعيش صح. لما هتخس بسرعة مش بس بتخسر دهون، تخسر كمان وبتفقد الكتلة العضلية. ده يعني إن جسمك هيفقد القوة والطاقة ومش هتلاقي شكلك زي ما أنت ما كنت متخيل، وده نتيجته ترهلات في الجسم، سوء تغذية حاد بسبب نقص العناصر الغذائية الأساسية، شعر هيسقط ودوخة، قلة تركيز وضعف عام في الجسم، والأهم إنك هترجع تزيد تاني أكتر من اللي خسيته، ويمكن شكل جسمك هيكون أصعب من الأول. طب ليه ده بيحصل؟ لأن لما بتفقد الكتلة العضلية مش بتخسر دهون بس، وده بيخلي عملية حرق الدهون أصعب بعد كده. النصيحة اللي لازم أقولها لك ودي أمانة: خس بطريقة صح ومتوازنة، اعتمد على نظام غذائي صحي فيه كل العناصر الغذائية. التمرين والرياضة هيساعدوك تحافظ على العضلات وتخس بشكل صحي وآمن. المفتاح هو الصبر، مش لازم تستعجل النتائج عشان تحافظ على صحتك وتوصل لأفضل شكل ممكن. من فضلك خس صح وما تستعجلش.